قراءة كتب التنمية البشرية وتطوير الذات خطوة كويسة ناحية التغيير، لكن الاعتماد على القراءة لوحدها مش كفاية. عشان تلاحظ تغيير فعلي في شخصيتك، في أسباب كتير ممكن تفسر ليه مفيش تغيير ملموس بعد قراءة الكتب ومشاهدة العديد من الفيديوهات. رقم واحد، عدم التطبيق العملي. القراءة لوحدها مش كفاية، لازم تطبق الأفكار والمبادئ اللي قريتها في حياتك اليومية. رقم اتنين، عدم الاستمرارية. التغيير محتاج وقت ومجهود مستمر، ممكن يكون صعب تلاحظ التغيير لو مش ملتزم بممارسة اللي اتعلمته على مدار فترة طويلة. ثلاثة، المقاومة الداخلية. ممكن يكون عندك مقاومة داخلية للتغيير، سواء كانت بسبب الخوف من الفشل أو قلة الثقة بالنفس. أربعة، التأثير البيئي. البيئة اللي حواليك زي الناس اللي بتتعامل معاهم كل يوم بتأثر بشكل كبير على قدرتك على التغيير، ممكن تحتاج تغير بعض العادات أو العلاقات اللي بتعوق تقدمك. رقم خمسة، اختيار الكتب المناسبة. مش كل كتاب تنمية بشرية يكون مناسب لكل واحد، مهم تختار الكتب اللي تناسب احتياجاتك وظروفك الخاصة. رقم ستة، الاستفادة من الدعم الخارجي. ممكن تحتاج دعم من مرشد أو مدرب شخصي يساعدك على تطبيق اللي اتعلمته والتغلب على العقبات. وأخيرا، عشان تعزز تأثير اللي بتقرأه، حاول تكتب ملاحظات وتحط خطة عمل واضحة، وتتكلم مع ناس تانية عن اللي اتعلمته لتبادل الأفكار والتجارب، وتستخدم تقنيات زي التأمل أو الكتابة الذاتية لتعزيز الوعي الذاتي والتقدم المستمر.